باشمهندس، في واحد عنده 47 سنة، مم. فهل يقدر ان هو يشتغل في الموبايلات ويتعلم الصيانة من دلوقتي؟ والله الموضوع ده راجع لعدة عوامل. يعني هو السن كرقم، أنا بعتبر إن السن ده مجرد رقم. آه المفروض إن هو يكون ما عندوش أي حاجة مرضية إنها تخلي إيده ترتعش أثناء ما هو شغال، وبالذات لو عايز يشتغل في البوردة. لا، بالذات لو هيشتغل في الصيانة عموما لازم الإيد ما تكونش بترتعش لسبب مرضي. النظر يكون مش ضعيف، يعني بالنضارة يكون بيشوف كويس. هو هيشتغل كده كده على ميكروسكوب، بس ما ينفعش النظر يكون ضعيف. آه بس هو دي الحاجتين اللي محتاجهم علشان يشتغل في صيانة الموبايل ايا كان عمره. يعني بالنسبة بقى للحاجة اللي بعد كده اللي أنا مثلا أحب إنها تكون موجودة في الشخص اللي حابب إن هو يتعلم صيانة الموبايل. اللغة، لو في لغة دي بتساعد جدا على التطور، إن هو يكون عارف إنجليزي علشان يقرأ مخططات. مش لازم يكون بروفيسور يعني، بس يعرف كلمات إنجليزي أو يعرف يترجم أو يعرف يحفظ أو يقرأ الكلمات بتاعة المخطط. دي هتساعده جدا لو اجتمعت فيه الحاجات دي. فعادي يقدر يشتغل في صيانة الموبايل ويتعلم صيانة الموبايل، مفيش مشكلة. شكرا يا باشمهندس. لا.